ما تعيطش، انت راجل، اوعى تعيط. اوعى تقولي الجمله دي لابنك. ليه ما يعيطش وهو صغير؟ الرجوله يا جماعه، الرجوله الحقيقيه اللي بتبنيها في ابنك من الصغر مش ان انت تقولي له ما تعيطش، انت كده بتمنعيه ان هو يعرف نفسه الحقيقيه. الرجوله مش في كبت الدموع، الرجوله في انه يفهم ويحس مشاعره. لا، الراجل ما بيعيطش، لا والله العظيم الراجل بيعيط وبيحس وبيفهم. الراجل السوي يا جماعة، الراجل السوي هو اللي بيعمل كل ده. قولي له تعالى احكي لي، انا حاسة بيك ومقدرة. يحس ان انتي سنده، يحس ان في حد جنبه، يفهم مشاعره يا جماعة. طفل بيكبر يبقى ولد، يبقى راجل، بيبقى راشد. بكرة وبعده يقعد مع شريكته، ولا يقعد مع اخته، ولا يقعد مع اي انثى هيقابلها، هيحاول يتفهم مشاعرها. ليه؟ لان هو فهم نفسه، لان هو عارف ان احنا كلنا عندنا مشاعر، ومن حقنا ان احنا نعيشها، ومن حقنا ان احنا نتجنبها، ومن حقنا ان احنا يطبطب علينا. لما بنملى الفراغ ده من جواه، مش ان احنا بنكبته، بيطلع بعد كده على هيئة وحوش، وحوش على هيئة بني ادمين حرفيا. فاوعي بالله عليكي تقولي لابنك ما تعيطش، سيبي ابنك يعيط، وعرفيه ان هو راجل، وعرفيه ان الرجولة مش في كبت الدموع، الرجولة في انه يفهم نفسه واحنا نفهمه معاه.